السلام عليكم. تعالوا نسوي سوية حلاوة شوكولاتية ناجحة 100%. مثل ما تشوفون أنا ودا أصبها هو هذا القوام المطلوب. تعالوا صلوا على محمد وآل محمد قبل كل شي بنات، واستغفر رب العالمين وتوبوا إليه، حمدوه وشكروا على كل النعم المالية حياتنا وحياتكم. هنا أنا راح أبلش بالشيرة، وراح أحتاج كوبين من الشكر، عليها كوب واحد من المي. تمام يا روحي؟ تمام يا قلبي. بنات نفس القلاص اللي قدرتوا بيه الشكر قدروا بيه كل المكونات، فأنا هذا القلاص قدرت بيه كل شيء. تمام يا روحي؟ خليت كوبين شكر، كوب مي، سجلوها عندكم. طبعا شوية من الهيل، شوية من مي الورد أو الورد إذا عندكم مثل ما أنا سويت. تمام حبيباتي؟ تمام يا روحي. كلكم سوي يا بنات قولوا اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي، ويجعلنا وإياكم إلهي من أنصاره وأعوانه قادر يا كريم. هنا بنات الشيرة طبعا نظل نخوضها على النار إلى أن تقلب تفور فد فورتين. تمام يا روحي؟ طبعا بنات أخاف تسألوني على هاي الطاوات كلش رهيبة. شوفوا التوزيع مال حرارة بفضل هاي الظروف مال خلايا النحل. شوفوا الحرارة متوزعة بالتساوي كلش زينة، ومن ناحية التساق أبدا ما تلزق. تمام يا روحي؟ فخافت سألتوني على الطاوات، زينة ممتازة جدا بعد ما استخدمتها في الشيرة. هي مثل ما قلت لكم بنات ورا مدفور فورة فورتين. نشيلها من على النار، طبعا نخليها تبرد، يعني بين ما تبرد احنا نجهز باقي المكونات. تمام يا روحي؟ تمام. هنا راح احتاج بنات نص كوب من النشا، ضروري تسجلون المكونات. نص كوب نشا تقريبا، بس هذا المختلف، الباقي كله على كوب. كوب حليب، كوب طحين، كوب زيت. شوفوا هسه خليت نص كوب نشا، كوب حليب، هذا كوب طحين، واخر شيء كوب من الزيت. سجلوها عندكم لان بنات 100% راح تنجح وما تخرب ابد. تمام؟ تمام. كوب زيت، كوب طحين، كوب حليب، نص كوب نشا. دا ارجع اعيد لكم اياها حتى تنجح عندكم مثل ما نجحت عندي. طبعا تظلون تخلطون بها الى ان يصير القوام سائل. تمام؟ ما تضيفوا لها بعد اي شيء بنات، بس اللي انا قلت لكم عليه، وتظلون تخلطون بها. هي راح الزيت يذوب كل المكونات. بنات من بعد قصة الامام الحسين عليه السلام واجهت هواي تعليقات، بس اكو بنيه لفتت انتباهي لان دخلت لي على الخاص وقالت لي راح الغي المتابعة منك لان انت قمتي تسبين وتغلطين وتلعنين. فكلش تعجبت. انا قلت لها راسا الله وياك، تعجبت انه ما مر عليها الايه القرانيه اللي هي تسمح بانه الانسان يلعن الكافر. هسه ناخذ بنات هذا الخليط ونخليه على النار، وبين ما يصير لونه احمر يعني نحمرها كل المكونات اللي خلطناها. بنات السالفه تطول يعني تحميره، تخلوها على نار هادئه وتظلون تخلطون مثل ما راح تشوفون. انا صورت حتى شنو ما عبالكم بسهوله يتغير لونها. الى ان يتغير لون المكونات احكي لكم الايه القرانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم. وكنا نعرف اللي تسببوا بظلم آل البيت وأبا عبد الله الحسين عليه السلام هم كفار وماتوا على كفرهم، فمن أنا ألعنهم هذا الله عز وجل سامح لي بهالشي. وبآية أخرى أيضا وأني من واجبي ألعن وأبين لكم هالشي، لأن آية أخرى الله عز وجل شي يقول بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العلي العظيم. هنا بنات بعد ما احمرت المكونات كلها مثل ما شفتوا تغير لونها، اشيل هاي الحبيبات الهيل والورد من الشيرة وادير الشيرة مباشرة فوق المكونات هاي كلها. بس بنات مطفية النار، اني ضروري مطفية النار. تمام يا روحي؟ تمام يا قلبي. وشوفوا شلون بسهولة راح اخلطها ولا تتكتل ولا ابد. تمام. وترجعون تعلقون النار عليها شوية تقريبا في دقيقتين حتى يروح نكهة الطحين وهمات يعني شوية تدخن. تمام. تمام يا روحي. الفيديو كلش واضح، فنكمل لكم اللعن. شنو معناه اللعن؟ اللعن مو مسبة. اللعن معناه هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. فأني من الكافر أقول له لعنة الله عليك، هذا أنا دا أطلب من الله عز وجل أن يطرده من الرحمة في الدنيا والآخرة. شو وقت يكون اللعن غير مسموح به؟ مثلا ابني أصيح له مرات يا ملعون، أكبر غلط، يعني أنا كأنه دا أطرده من رحمة الله عز وجل. فلا، من تكون على الكافر لا والله يستاهل، هو مات على الكفر، هو اختار هذا الطريق.
يلعنهم اللاعنون. بس أنا ابني لا، ما ألقبه بهاللقب، أو إنسان ثاني ما يصير. تمام، أهم شيء أكون وضحت لكم هالشي حبيباتي انتو. بعد ما خلصت الحلاوة نصبها بالماعون، وطبعا كانت كلش طيبة. هذا طبعا قوامها بنات وهي حارة شوي، كلش سائلة وخفيفة، تكمش نفسها بس تورد. تنفعكم قرايات تسووها، تنفعكم توزيعات، كلش حلو يا هالشرك. فالشي رهيب ما شاء الله تبارك الله. كلش أنصحكم بهاي المقادير، حكتب لكم إياها بأول تعليق بالفيديو بنات، حتى شنو رأسا نسوي لها سكرين وتجربوها وتدزوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام. بس كتبوا بالانجليزي منار شيف، راح اكتب لكم اياه اليوزر اسفل الفيديو، وبحثوا علي ودزوا لي تطبيقاتكم وتابعوني على الانستغرام. واني همات عندي قناة على اليوتيوب بنات، تابعوني وبكل مكان، وعلى التيك توك ان شاء الله موجودة. شوية خل اسوي اعلان لنفسي مو بس اعلان لغيري. المهم حبيباتي، صدق الطاوات والعلب كلش زينات، والعلب سعرها كلش مناسب. اذا حبيتوا تاخذون من عندها راح اترك لكم يوزر الياقوت للمنزلية اسفل الفيديو. شوفوا لي هنا قوام الحلاوة بعد ما تبرد، ما شاء الله تبارك الله تجنن. بالنهاية حبيباتي كلكم صلوا على محمد وآل محمد، وادعوا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واستغفروا رب العالمين وتوبوا إليه، وحمدوه وشكروا على كل النعم المالية حياتنا وحياتكم. بالنهاية تحياتي لكم، مع ألف سلامة.